أكد باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم التزام المنظمة القارية بأقصى معايير النزاهة والشفافية، مشددا على أن استقلالية اللجان القضائية هي الخط الأحمر الذي لا يمكن تجاوزه في بناء إفريقيا الجديدة كرويا. جاء ذلك في أول خروج إعلامي رسمي له عقب صدور قرار لجنة الاستئناف بإعلان فوز المنتخب المغربي بكأس إفريقيا 2025. استهل موتسيبي حديثه بالتعبير عن خيبة أمل عميقة تجاه الأحداث والانتكاسات التي شهدها النهائي بين المغرب والسنغال، معتبرا أن مثل هذه الحوادث تقود مجهودات سنوات من العمل لضمان الحكم الجيدة. وأوضح رئيس الكاف أن نقص الثقة الذي يظهر أحيانا هو مجرد إرث من الماضي، يسعى الاتحاد جاهدا لمحوه عبر تعيين قضاة ومحامين مشهود لهم بالكفاءة من مختلف المناطق الست للقارة السمراء. دافع موتسيبي بقوة عن نزاهة الهيئة القضائية التابعة للكاف، مشيرا إلى أن التباين في القرارات هو أكبر دليل على استقلاليتها، حيث قال: لقد أصدرت لجنة الانضباط قرارا، لكن لجنة الاستئناف اتخذت موقفا مغايرا تماما، وهذا يعكس عدم وجود أي تدخلات خارجية في عمل القضاة. وأضاف أن الكاف استقطبت أبرز الأسماء القانونية في القارة لضمان أن تكون القرارات مبنية على العدل والإنصاف فقط. وفي رسالة طمأنة لجميع الاتحادات، شدد موتسيبي على مبدأ المساواة، قائلا: لن يتم التعامل مع أي بلد إفريقي بمعاملة تفضيلية أو منح مزايا لأي طرف على حساب آخر. كما أكد علمه بنية الاتحاد السنغالي اللجوء إلى محكمة التحكيم الرياضي الطاس، معتبرا ذلك حقا مشروعا لكل الدول للدفاع عن مصالحها، ومؤكدا أن الكاف ستمثل وتحترم أي قرار يصدر على أعلى سلطة قضائية رياضية في العالم. نشكركم على حسن المتابعة، في فيديو قادم بإذن الله.